مشاهدينا متابعينا مرة تانية ومرة أخيرة وشوط أخير إن شاء الله يكون من جانب منتخبنا الوطني في مباراة مصر والمغرب نهائي البطولة الإفريقية تحت 21 عام اللي بينظمها الاتحاد المصري لكرة الطائرة برعاية الاتحاد الإفريقي، وعلى أرض الفراعنة تستضيف هذه البطولة أحفاد الفراعنة، تستضيف هذه البطولة في المرحلة السنية تحت 21 عام. والمباراة الختامية بين مصر والمغرب وتقدم منتخبنا الوطني حتى الآن 2-0، شوط أول 25-14 والشوط الثاني 25-19، وما زلنا في بداية أحداث الشوط الثالث من المباراة. وزي ما شايفين منتخبنا الوطني هو نفس التشكيل، مفيش جديد فيه، وعلى الجانب الآخر أيضا المنتخب المغربي هو نفس التشكيل أيضا. اللي هنشوف أنس صلاح الدين البداية هتكون مع معد منتخب مصر أنس، وإرسال خارج الملعب من أنس في البداية في اللقطة الأولى في الكرة الأولى من جانب أنس صلاح الدين. جبور على الإرسال من المنتخب المغربي، وهنا التأمين ما كانش مظبوط من إبراهيم رسلان، وعليها كده 2-0 لصالح المنتخب المغربي. في البداية اللي دايما كنا متعودين في الشوط الأول والشوط الثاني كانت البداية مصرية، ولكن هذه في الشوط الثالث البداية مغربية. وهنا يا ولد الرد القوي، الرد العنيف، الرد بسرعة بيأتي من عبد الرحمن الحسيني من مركز 2، وبيضرب بكل قوة من مركز 2 على مركز 5، وبياخد بيها النقطة الأولى لصالح منتخبنا الوطني. الحسيني على مركز 5 مرة تانية، كرة إعداد في مركز 3، وهنا العملاق البرج موجود من جانب منتخبنا الوطني يوسف النصير بيظهر في الصورة، وحائط صد فعال وناجح وعالي العال. الحسيني مرة تانية، كرة بتتلم، إرسال إيس بنقطة مباشرة. عبد الرحمن الحسيني هو شقيق النجم محمد الحسيني لاعب نادي سموحة الحالي، وكان لاعب النادي الأهلي ولاعب طلائع الجيش ولاعب نادي الزمالك. مرة تانية كرة بتتلم، إعداد في مركز 4، حلوة يا ولد، الصافي بيطلع وبيظهر، ومين يقدر على الصافي وبلوكات الصافي؟ يا ولد مروان الصافي بيطلع مع حائط صد فعال وعالي العال مرة تانية، و4-2، وسرعان ما يعود المنتخب المصري بالأفضلية يتفوق على جانب المنتخب المغربي. 3-4. صفوان على الإرسال من جانب المنتخب المغربي، و3-4. إرسال فلوتر مع الجنب، استقبال من رسلان. أنس مرة تانية لنصير، التأمين من أحمد عبد العظيم. يعني هنشوف كده كابتن هاني عبد الحميد هيستعين بالبدلاء اللي هم يعني حازم أشرف رشاد، عمر خليفة، عبد الرحمن الشحات، وإياد إيهاب، ويوسف عباس. هنشوف إن كان هيكون الكابتن هاني عبد الحميد هيستعين النهارده بمين من البدلاء. 4-5. ياكي على الإرسال، سبايك سيرف، ولكن يعني الكرة ما كانتش مطوعة محمد ياكي، والكرة يعني في بطن الشبكة وإرسال ضايع. نقدر نقول إن نسبة الإرسالات ضايعة كتير من جانب المنتخب المغربي، منتخب واعد ومنتخب صاعد، ولكن يعني سوء الحظ إن كان بيقابل يعني أحفاد الفراعنة اللي التهموا كده يعني حتى الآن في شوطين حتى الآن المنتخب المغربي، الأسود الأطلسية وجانب الأسود الكاميرونية في المباراة الماضية في أول لقاء ليهم أمام المنتخب الكاميروني للخسارة 1-3 أمام المنتخب الكاميروني. عبد الرحمن الحسيني بجملة تكتيكية ذكية وحلوة من قادم المنطقة الخلفية، المركز 6 المركز 3، وطالع وبيخلص كرة الحسيني وبياخد بيها النقطة رقم 7.
7 مصر 5 المغرب. عبد العظيم المدفعجي. احمد عبد العظيم لاعب نادي بتروجيت مره ثانيه. الاعداد في المنطقه الخلفيه محمد ياكي، زي ما قلنا ان ابرز لاعب موجود هو محمد ياكي، اللاعب رقم 1 في المنتخب المغربي، هو افضل اللاعبين الموجودين من جانب المنتخب المغربي. صانع العاب المنتخب المغربي على الارسال محمد منال. التامين موجود من ابراهيم رسلان حتى الخروج الامن خارج حدود الملعب، ومعاها بقى كده التكنيكال تايم اوت الاول من احداث الشوط الثالث بالافضليه لمنتخبنا الوطني 8-6، وبفرق النقطتين يتفوق منتخبنا الوطني. زي ما قلنا ان منتخبنا الوطني حصل على البطوله 4 مرات، ودي البطوله رقم 5 في عام 2020 وحصل على المركز الثاني 8 مرات، والمركز الثالث كان حصل عليه مرتين، مره في عام 96 لما كانت البطوله في تونس، وفي عام 2004 لما كانت البطوله في كينيا والفوز على المنتخب الكيني 3-0. النهارده منتخبنا الوطني بيكون موجود على منصه التتويج، ومن خلال الفوز على المنتخب الكونغولي في المباراة الأولى، ثم المنتخب الكاميروني في المباراة الثانية، ثم المنتخب المغربي إن شاء الله يكون في المباراة الثالثة دون الخسارة إلا شوط وحيد أمام المنتخب الكاميروني. إعداد من محمد بنال وبيضرب بقوة اللاعب إلياس من رقم 7 في مركز 4 نصير وكورة معدية من نصير يوسف نصير، والنقطة مصرية و9-6. عمر شريف إعداد في مركز 2 ضرب بقوة من فوق إيد عبد الرحمن الحسيني إدريس من جانب المنتخب المغربي، وكان حائط صد ثنائي موجود من جانب المنتخب المصري، وكرة من فوق ايد حائط الصد وبتخرج خارج حدود الملعب. 7-9 مرة ثانية. عبد العظيم أنس الشوقي لعبد الرحمن الحسيني اللي بيضرب بكل قوة من مركز 4 وفي التاتش بلوك وخارج الملعب. عشرة مصر 7 المغرب. أنس صلاح الدين. أنس استلام الكرة أولى دخلت ملعب منتخبنا الوطني. أنس للقادم من المنطقة الخلفية مرة تانية، هتخش سهلة من نور الدين إبراهيم رسلان مرة تانية. يا ولد يا ولد يا ولد، الحسيني بيطلع فوق في الهواء وبيطير وبيضرب كرة من مركز 4 على مركز 1 وبياخد بيها النقطة رقم 11 بالتفوق الموجود لمنتخبنا الوطني 11-7. أنس صلاح الدين مرة تانية إرسال سبايك ولكن في الشبكة. نشوف كابتن هاني عبد الحميد بيفكر في البدلاء، ونشوف عبد الرحمن الشحات لاعب نادي مصر البترول. شوف كابتن هاني عبد الحميد بيجهز عبد الرحمن الشحات مرة تانية. الإرسال موجود مع المنتخب المغربي، كرة بتتلم من عبد العظيم للحسيني مرة تانية. إعداد في مركز 2 ضربة بقوة، التغطية ممتازة من عبد العظيم مرة تانية، بيعكس الملعب بشكل ممتاز، والتغطية من رسلان. أنس يا ولد يا ولد يا ولد، الله عليك الله عليك، تسلم إيديك، الله عليك تسلم إيديك. أنس صلاح الدين بيغير الملعب بشكل ممتاز جدا 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 لعبد الرحمن الحسيني اللي بيطلع وبيضرب كورة من مركز 2 وبياخد بيها النقطة رقم 12. تغيير أمامنا، بيطلع أحمد عبد العظيم وبينزل اللاعب رقم 17 إيهاب لاعب النادي الأهلي. بلوك موجود ولكن يعني الكرة ما كانتش مظبوطة ومقفول من جانب يوسف نصير. 9-12
ما زلنا في احداث الشوط الثالث، الشوط الاخير ان شاء الله، شوط الذهب. مره ثانيه رسلان، اعداد للصافي، اوعى من ايد الصافي يا ولد يا صافي، تسلم يسارك يا صافي. اللاعب الاعصر، اللاعب الاشول الموجود في صفوف منتخبنا الوطني. بينزل عبد الرحمن الشحات وبيطلع اللاعب رقم 3 عمر شريف. الكابتن هاني عبد الحميد كده بيدي الفرصه وبيدي البدلاء النزول والمشاركه في هذا اللقاء اللي هيكون لقاء تاريخي لمنتخبنا الوطني اللي يتحقق به بعد كده في السنين القادمه، ويكونوا ايضا منتخب هو نواة المنتخب الاول، ولا يكون الممثل مع المنتخب الكاميروني في بطوله العالم القادمه ان شاء الله، ليكون بلغاريا ايطاليا في 2021. مره ثانيه بابداعات موجوده من انس صلاح الدين وعبد الرحمن الحسيني من المنطقه الخلفيه، والضرب والتخليص كان موجود من مركز 6 لمركز 3، وبياخد بيها النقطه رقم 14-10. الصافي الحكم الثاني هنا كده بيشير الى يعني البدلاء لازم يكونوا في المنطقة المحددة، أو الإداريين اللي ما كانوش موجودين متسجلين في السكور. الصافي إرسال بقوة من مروان الصافي، وهنا يعني اللاين مان من هشام مدي الكورة داخل ملعب المنتخب المغربي. مرة تانية إرسال إيس ونقطة مباشرة لصالح منتخبنا الوطني. 15-10 ونقطة واحدة تفصلنا عن أحداث التكنيكال تايم أوت الثاني من أحداث الشوط الثالث. مرة تانية الإعداد الخياط نور وضرب بقوة، وهنا التغطية ما كانتش موجودة من حائط الصد الموجودة من عبد الرحمن الشحات، والنقطة لصالح المنتخب المغربي. 11-15. إلياس من جانب المنتخب المغربي، كرة بتتلم من الشحات، اعداد لرقم 17 اياد. مرة ثانية ضرب بقوة ولكن خارج حدود الملعب من ادريس، ونقطة التكنيكال تايم اوت. – 16-11 بالافضليه لصالح منتخبنا الوطني، وان شاء الله نقدر نخلص وننهي 3-0 في هذا اللقاء. المنتخب المغربي اللي هو يعني حصل على البطوله مره واحده في عام 2004، وكان حصل على المركز الثاني 3 مرات في عام 96 و98 و2016. المركز الثالث حصل على المركز الثالث 7 مرات في عام 90 و94 و2006 و2008 و2010 و2015 و2018. والمره الثامنه هذا العام، يعني شوف كده، يعني حصل على المركز الثالث 8 مرات، اخرهم في عام 2021. متابعة موجودة من عبد الرحمن الحسيني حلوة، والارسال كان موجودة مع اياد ايهاب لاعب النادي الاهلي لطوله 194 سم وارتقائه في الضرب بيوصل 2 متر 54. اياد ارسال خارج الملعب من اياد، فلوتر مع الجنب موجه على مركز 5 في المنطقه الخلفيه، ولكن خارج حدود الملعب مع التقدير الخاطئ من اياد. 12-17 محمد بنال، استقبال من رسلان انس، اعداد حلوه يا ولد، اعداد حلو متقن، اعداد بكره حريريه، تمريره حريريه من عبد الرحمن الحسيني اللي كان بيضرب كوره بكل قوه من مركز 4 في الحائط الصد، والنقطه لصالح منتخبنا. و18
12. الشحات استقبال من نور الدين، اعداد في مركز 4، حلوه يا ولد من صفوان من جانب المنتخب المغربي، وبياخد بيها النقطه رقم 13. ادريس على الارسال، استقبال من الحسيني، انس حلوه بيوقف كوره حلوه ممتازه، كوره ممتازه هي الاجمل لنصير، والضرب كان بقوه ولكن في حائط الصد وخارج حدود الملعب، ونقطه مصريه 19-13. وسط استسلام كده شايفه عليه المنتخب المغربي. انس استلام كوره اولى مش مظبوطه، كوره اولى مش مظبوطه من جانب المنتخب المغربي من محمد ياكي، والمحاوله موجوده من نور الدين ليبرو المنتخب المغربي، ولكن النقطه مصريه ونقطه رقم 20. تايم اوت بيطلبه موجود اسماعيل المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي لايقاف نزيف النقاط والتقدم اللي موجود عليه منتخبنا الوطني، وبفرق ال7 نقاط يتفوق ويتقدم منتخبنا الوطني اللي بيحتاج ل5 نقاط لحسم هذا اللقاء وتأكيد الصدارة اللي عن جدارة واستحقاق لمنتخبنا الوطني وحصد الميدالية الذهبية وكأس البطولة والصعود أيضا إلى بطولة العالم اللي تكون في بلغاريا إيطاليا. أنس صلاح الدين، إرسال من أنس، سبايك سيرف، كورة في الشبكة مش معدية وخطأ في التقدير. وقلنا دايما بنقول إن التايم أوت لما بيكون مطلوب وقت ما اللاعب هيلعب الإرسال، هل هو عليه ضغوط نفسية؟ هل هو خايف وهو بيلعب الإرسال؟ هل يعني بيفكر في أكتر من كذا حل؟ يلعب الإرسال بقوة؟ يلعب الإرسال للتأمين؟ يوسف نصير بيلف ايده بشكل ممتاز جدا وبياخد بيها النقطة لصالح منتخبنا الوطني، و21-14. تغيير مرة تانية، بيخرج مروان الصافي من منتخبنا الوطني وهينزل اللاعب رقم 19 يوسف عباس. يوسف عباس بنشوف الظهور ليه ونشوف تهنئة الكابتن ناصر علي لمروان الصافي للنجم القدير الكابتن يوسف مروان الصافي. متابعة موجودة، ضربة موجودة من مركز 4 في التاتش بلوك، ولكن من يوسف نصير في اللقطة الماضية، والنقطة رقم 15. 15-21. صفوان استقبال الكرة أولى، إعداد من أنس، يا ولد على الجملة التكتيكية الذكية الحلوة، حلوة من أنس بجملة تكتيكية من المنطقة الخلفية لعبد الرحمن الحسيني، وبياخد بيها النقطة رقم 22. تغيير أمامنا، بيطلع أنس وبينزل اللاعب رقم 6 عمر خليفة. تايم اوت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جانب المنتخب المغربي، ولكن دون الجدوى. منتخب مصر يحتاج ل3 نقاط تفصله عن البطولة وعن منصة التتويج وعن الذهاب لكأس العالم، وإن كان فعليا هو حسم تذكرة العبور الأولى قبل هذا اللقاء للصعود لكأس العالم مع المنتخب الكاميروني اللي حجز أيضا المركز الثاني، وبيأتي في المركز الثالث المنتخب المغربي، والمركز الرابع بيأتي في المنتخب الكونغولي. يوسف النصير، يوسف سبايك سيرف، وهنا الكرة بتخدمه يعني الكرة بتخدم يوسف نصير. وعادة لما بنشوف لاعبين المركز 3 وهم بيلعبوا الارسالات السبايك دائما وابدا
بيلعب فلوتر مع الجنب، ولكن في العهد الجديد والعهد الحديث بنشوف لاعبين بيلعبوا سبايك سيرف، لاعبين مركز 3. مره ثانيه الاعداد محمد ياكي، الضرب بقوه والتغطيه الممتازه. عبد الرحمن الحسيني رايح جاي مع الكوره، متابعه نور الدين، اعداد من المنطقه الخلفيه، والكوره تخش داخل حدود منتخبنا الوطني. و 16-23 وياكي على الارسال. محمد ياكي ابرز لاعبي المنتخب المغربي. عمر خليفه مره ثانيه الاعداد في مركز 2، كوره بيعكس في الملعب، ولكن يعني كوره ما كانتش مظبوطه. مره ثانيه وكوره حلوه للشحات من مركز 3. بليس تغطيه ممتازه موجوده. الحسيني هنشوف الاياد والضرب بقوه، الضرب بقوه، ولكن فور باص، الكوره بتيجي في حافه الشبكه وكوره مش معديه. ولكن عبد الرحمن الحسيني اللي بيتكلم مع الحكم الاول عن اما كانت الكوره في التاتش بلوك او خارج الملعب، ولكن هي في الحافه العليا للشبكه، والنقطه لصالح المنتخب المغربي. و23-17 كوره بتتلم مره ثانيه من ياكي، هتخش سهله من ادريس، بتتلم من ابراهيم رسلان، اعداد في مركز 4 من اياد، بيضرب بقوه، وفي لمس للشبكه، في لمس للشبكه من ايهاب من جانب منتخبنا الوطني، والنقطه لصالح المنتخب المغربي. و 18-23 وعلى الفور بيطلب كابتن هاني عبد الحميد تايم اوت لايقاف نزيف النقاط وتعويض، يعني نشوف كده يعني تعليماته في اقل ودل في خلال 30 ثانيه. انتهى احداث التكنيكال تايم اوت اللي اخذه الكابتن هاني عبد الحميد، وان كان اللقاء كلينيكيا انتهى لصالح منتخبنا الوطني اللي بيحتاج لنقطتين. وياكي على الارسال، هنشوف ضياع للارسال، كرة لسه الكرة ملعوبه في الملعب من اياد، والضرب بقوه، الضرب بقوه من جانب اياد، ولكن حائط صد فعال وناجح من جانب المنتخب المغربي، والنقطة لصالح منتخب المغرب. ويعقبها أيضا ضياع للإرسال، و 24-19. إذن منتخب مصر يحتاج لنقطة واحدة، نقطة البطولة، نقطة الشوط والبطولة بين أيدي لاعبي منتخب مصر. سبايك سيرف، ولكن كرة مش معدية من يوسف عباس، ضياع للإرسال. و20-24 الياس على الإرسال من المنتخب المغربي. آخر نقطة هنشوف استلام كرة أولى عمر خليفة، هنشوف هيدي مين لإياد، بيتزحلق مع الأرض. كرة تانية مرة تانية، والكرة هتخلص، لسه ما خلصتش. عمر خليفة الإعداد في مركز 4 لإيهاب إياد، وبيضرب في حائط الصد، ولكن ما كانش فيه التغطية المثالية الموجودة من جانب منتخبنا الوطني على الضارب في اللقطة الماضية على حائط الصد الموجود. و21-24 ونقطة يحتاجها منتخبنا الوطني. مرة تانية إلياس على الإرسال، استلام كرة أولى ولا أجمل، إعداد في مركز 3، كرة بتخلص من عبد الرحمن الشحات. الحسيني إعداد لإيهاب، بليس بتتلم مرة تانية، كرة حلوة من مركز 4، ضرب بقوة ولكن موجودة لإيهاب إياد. مرة تانية الإعداد في مركز 4، نقطة واحدة يحتاجها منتخبنا للحسين. يا ولد الحسين، يا ولد يا ولد يا ولد، إيه يا ولد، بيني عبد الرحمن الحسيني. أحداث الشوط الثالث و25-18 لصالح منتخبنا الوطني.
هذه هي الفرحة، فرحة أولاد مصر. رابع عالم 2019 وأبطال العرب 2019 يعودوا من جديد في 2021 ويسطروا تاريخ جديد ليهم ولاسمهم ولبلدهم مصر، مصرنا الحبيبة الغالية علينا كلنا، ويفوزوا بالبطولة الأفريقية تحت 21 عام، والصعود مرة تانية لمنتخبنا الوطني لكأس العالم في 2021